في التعامل مع الناس عليك باربع حاجات، ده لو عاوز تكسب احترامك لنفسك وتفضل محافظ على مقامك. اول حاجة، ما تجادلش حد، خصوصا اللي عاوز يقاوح وينهدك وما بيقتنعش برأي غيره، يبقى الجدال معاه هيخسرك على الفاضي. اتعلم تحط نقطة وتقفل الكلام في الوقت المناسب، لان الجرجرة في الكلام غلط وبتجيب مشاكل، والكلام له شهوة وما يتحكمش في شهوته الا الشخصية القوية. فلو عرفت تمسك لسانك اعرف انك انسان قوي. تاني حاجة بقى والمهمة، ما تعشمش في العايب. حد دايما بيتنادل معاك عمره ما سندك ولا دعمك في موقف، هتيجي تعشم فيه يبقى هتفضل ليل نهار زعلان، ومش هتاخد من العشم غير النكد والعكننة وقلة النوم، وهيطلعك في الآخر غلطان. وعلى رأي المثل، إن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب. تالت حاجة، قلل طلبات. الناس في نظر الناس عاملين زي الهرم اللي مصنوع من المكعبات، وكل ما تطلب منهم حاجة كل ما يقع منك مكعب صغير. عشان كده بقى كتر السؤال والطلبات الكتير بتقلل الواحد من نظر غيره، فخلي الطلب والسؤال آخر الحلول بالنسبة لك، إلا بقى لو مضطر أو بتتعامل مع شخص شواف وبيراعي. أما رابع حاجة، فسيدنا علي بن أبي طالب بيقول: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد أروح. ما لقيتش حاجة مريحاني أكتر من إيه يا سيدنا علي بن أبي طالب؟ من ترك ما لا يعنيني. واحدة ست شايلة طبق ومغطياه، فسألها واحد وقال لها: ايه اللي موجود في الطبق؟ فردت عليه وقالت له: ولما غطيناه؟ لو انا عايزاك تعرف ايه اللي جواه هغطيه ليه من الاول؟ ما تخليش طيبة قلبك تحطك في مواقف تحرجك وتقللك قدام الناس، وخد قرار انك ما تسألش في اللي ما يخصكش. كيس اسود ما اقولش ايه اللي جواه، باب مقفول ما اسألش ايه اللي بيحصل وراه، ورأيك ومعلوماتك ما تنطقش بيهم غير للي طلب يسمعهم، وملكش دعوة بحد. فلان عمل، فلانة سوت، الله يسهل للجميع، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. يبقى عليك باربع حاجات لو عاوز تكسب احترام الناس ليك وتحافظ على قيمتك وسطهم. اول حاجة، ما تجادلش حد. تاني حاجة، قلل عشم. تالت حاجة، ما تطلبش كتير. رابع حاجة والأخيرة، ما تتدخلش أبدا في اللي ملكش فيه. السلام عليكم.